جوه الاسره اعتبارها زي ما اتفقنا انها مجتمع وله قواعده وقوانينه. ترتيب الولاد في الاسره سيكولوجيا يعني الاول غير التاني، التاني غير الصغير، وهكذا. فمعروف حاجه كده اسمها الميدل تشايلد سيندروم، يعني انه حد هو الوسطاني، يقول لك لا اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوه، لا هو الكبير البكري العاقل اللي عارف كل حاجه، ولا هو الصغير المدلع اللي على الحجر الاخر العنقود. ده كتير تلاقيه يشعر بالغيره لو الاهل مش واخدين في اعتبارهم الحكايه دي وهيصلحوها، يعني يشعر بالغيره، يشعر بانه مش متشاف كويس، او انه الصغير اخر العنقود المدلع اللي ما بيتقالوش لا، خصوصا لو جاي بعد وقت بقى. فتسال الاب والام كده يقول لك ما احنا مش هنعيش له، احنا عشنا لهم، احنا مش هنعيش له، احنا اديناهم، احنا مش هنديله. فبيطلع سبويلد بشكل او باخر. اذا دي ديناميات بتحصل جوه الاسره بتاثر على التفاعلات بين الاخوات دول وبعضهم، فتحصل مشاكل بعد كده. دي برضو احد اسبابها، الترتيب في الاسره وكيف يتعاملون معها. الرساله بقى اللي بتوصل، يعني ده فاكتور تاني يعني ممكن نبقى بنحطه في الاعتبار من واحنا صغيرين. لو في توأم والاب او الام بيدوا لهم رساله معينه، رساله تربويه ما، عشان في ام مثلا تيجي تقول لك ما اشمعنى ده، ما انا مربيه اخواته نفس البتاع. ولو توأم بقى ما اشمعنى اخوه التوأم ولا اخته التوأم. ما هوش كده. هو احنا واحنا بنستقبل الرساله، ما هو انت نفس الام بنفس الرساله بنفس الحاله المشاعريه، وانت بتطلعي الرساله في نفس التوقيت لشخصين. ليه ادت هنا لنتيجه وهنا لنتيجه تانية؟ لان المستقبل مختلف. حتى لو كانوا توأم متماثل سيامي الرساله برضه بتستقبل بشكل مختلف، لانه البني ادم هنا بيبقى في وضعيه بيولوجيه او كيميائيه او نفسيه او صحيه بشكل عام مختلفه، يعني ما هماش هيبقوا زي بعض قوي. فاستقباله يعني لو ده سكره ناقص شويه وده سكره زايد شويه في الدم وهو بيستقبل رساله، يستقبلها بشكل مختلف. الامر معقد لهذه الدرجه يعني. وممكن رساله واحده وانا عندي سنتين توصلني بشكل تاثر معايا العمر كله. فالى هذا الحد الامر حساس للغايه. ففي اهل يقول لك وانا كده بقى هنمشي على قشر بيض، او انه الامر كده صعب، او انه هنبذل مجهود كبير. هو الامر صعب ومحتاج مجهود ومحتاج مذاكره، وزي ما بنذاكر يعني لاي حاجه بنعملها في دنيتنا، زي ما بتذاكروا للمصيف كويس قوي، زي ما بتذاكروا كتالوج بتاع تلفزيون جبتوه، هنذاكر كويس قوي احنا هنتعامل ازاي، وبنحط الافورت اللي نقدر عليه بنيه صادقه. وما نقولش يعني هكذا وجدنا اباؤنا، لان بسمع برضو كتير ما احنا اتربينا كده واحنا حلوين اهو زي الفل. يعني تظني انك حلوه وزي الفل، ربما يعني maybe not، يعني تظن انك حلوه وزي الفل، ولكن ربما لا، بس لم يخبرك احد انه في مشكله او انك مسببه اذى او مشكله. فنعي ان احنا محتاجين مش بس نقرا كويس، ان احنا ناخد فيدباك من الناس دي. انت راضي عني ولا؟ اسال ابني انت راضي عني ولا لا. مش في الاداره الحديثه بنسال الموظفين انت راضي عن المدير ولا لا؟ طيب ما هو اسال ابني انت راضي عني ولا لا، وانا بعمل معاك ايه غلط، انت شايف ايه غلط، وهكذا في هذه الصراعات. انما هي معظم المشاكل بين السيبلينجز سببها داينامكس بهذا الشكل واشكال اخرى.